الأخو السلام عليكم. اليوم جايب لكم موضوع كيشوي القلب وكيخلي الدم يغلي في العروق. موضوع كيحكي على واحد الظاهرة اللي انتشرات في المواقع ديال التواصل الاجتماعي في المغرب بحال النار في الهشيم. ظاهرة النصب باسم التداول والضحايا ديالها، بل مئات أو الآلاف كاع من الناس كيآمنوا بأن واحد غادي يعطيهم ربح شهري كبير بلا ما يديروا والو ودون أي مجهود. عدد كبير من هذوك النصابه اللي دايرين بحال الدياب وسط الغنم كيلعبوا على الاحلام ديال المغاربه اللي باغيين يهربوا من الفقر والهم والغم. ولكن كيفاش كيطيحوا الضحايا ديالهم في الشبكه ديالهم؟ اسيدي كيجي واحد شاب مقرفط بحالي هكا، بس زعما يبان بحال شي ملياردير كبير او صغير، كياكل لك دماغك وكيهضر معاك بحال شي محلل مالي كبير، كيقول لك هذه هي الفرصه الذهبيه ديالك باش تولي غني ولاباس عليك، غير شري معنا واحد الباقه من هاد الباقات وهني راسك، حنا اللي غنقوموا بالواجب. ولكن شنو هي عاوتاني هاد الباقه او الباك؟ الجواب الصريح من عندي هو انها باقه ديال الوهم والاحتيال. كتعطي فلوسك وكتبقى تسنى الربح اللي ما عمره غادي يجي. النصاب كيقول لك غير صبر، الشهر الجاي غادي تشوف النتيجه، ولكن الشهر الجاي ما كتلقى والو. وحتى النصاب كيتبخر في الهواء هو وفلوسك. اللي كيحز في النفس وكيضرها هو ان هاد الشباب كيلعبوا دور الناجحين وكيوريو للناس حياه وهميه، سيارات فاخره، فيلات، سفريات واموال متراكمه، كيبانوا بحال شي ملائكه جايين من كوكب المريخ باش ينقذوا الناس من الحاجه والفقر والعوز. ولكن هم في الحقيقه شياطين في هيئه بشر او في هيئه مستثمرين. تصوروا معايا دابا واحد السيد باع ارض جدوده باش يدخل مع هذا النصاب، قال ليه غير صبر، غادي تدوبل راس مالك في شهرين. وملي داز هاد الشهرين كيلقى النصاب سد الشركه، بلوكاه من التليفون، والنتيجه كاين اللي خسر كلشي، وكاين اللي غارق في الكريديات، وكاين اللي حياته كلها تحطمات حيت دار ثقه في الناس ما كتسواش. هاد المجرم اللي كنهضروا عليه دابا ولا من غيره كاين مجموعه اخرى غيره، هاد خينا اللي كنهضروا عليه دابا والمقصود باقي ما طاحش، كيوريك فيديوهات ديال نجاح كاذبه، كيبدا يعرض عليك التجارب ديال ناس اخرين زعما من هادوك اللي ربحوا. ولكن في الحقيقه هادوك كلهم خدامين معاه كيمثلوا على الناس وكيبيعوا الوهم لعباد الله بحال شي سيرك متنقي. وملي الفخ كيطيح او ملي المواطن كيطيح في الفخ، النصاب كيعرف كيفاش يهرب الفلوس ديال الناس باش ما تلقى منين تشدو من الناحيه القانونيه. غادي نسمعكم بعض المقتطفات فقط كيفاش كيطيحوا عباد الله. سمعوا معايا. واخا كتعطل علينا شويه خويا رضا ماشي مشكل. شكرا بزاف خويا رضا، احسن رضا في العالم. سلام خويا رضا، كي داير بخير؟ يعني شكرا على الباك الرابع ديالك، بدينا معاك في الارباح. واخا كتعطل علينا شويه خويا رضا ماشي مشكل. شكرا بزاف. زعما راه واخا كيتعطل راه ماشي مشكل، الدنيا هانيه، كاين المشكل فقط في التعطل. سمعوا هذه او هذا تا هو اش قلت يقول بالضبط. سمع خويا رضا سمعوا هذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصافي اش غادي نقول؟ واحد من الضحايا اللي تواصل معايا اليوم كيحكي على قصة نصب خايبة بزاف ودايرة بحال الأفلام ديال العصابات، غير الفرق هنا هو أن الضحايا حقيقيين ماشي ممثلين، كيعانيو لحد الساعة من المرارة ومن خسائر صعيبة
وتواصلوا معنا باش نوصلوا صوتهم للرأي العام وللسلطات وحتى لباقي المواطنين الآخرين، باش حتى واحد ما يزيد يطيح في شي فخ بحال هذا. تصوروا معايا السيناريو، البداية كانت في تيك توك، فيديوهات كتفرج فيها راجل ومرأة وكيبانوا بحال شي مستثمرين حقيقيين محترفين، كيديروا فيديوهات مؤثرة، كيوريو فيها شي آخرين ربحوا من هادو اللي بحال اللي شفتو دابا. الراجل كيتصور مع المئات ديال الملايين، والمرأة كتحكي على الخير اللي كيديروه مع الأرامل والمحتاجين. الفيديوهات كلها على أسلوب التداول وباقات الربح الشهرية المغرية. الضحية ديال حلقة اليوم بحال المئات من الناس أو الآلاف شاف هاد الفيديوهات وتأثر حتى هو. كيفاش ما يتأثرش؟ النصاب كيوريك تحويلات مالية ضخمة جدا والناس كيشكروهم وكيبينوا ليك أنهم كيعاونوا الناس اللي عندهم أزمات مالية. المهم السيد ربط الاتصال مع مرت النصاب اللي بقات كتعرض عليه الباقات وكتهضر معاه بطريقة مقنعة جدا. قال لها بغيت نشري باقة ديال 30,000 درهم، قالت ليه أنك غادي تربح معنا 8500 درهم كل شهر لمدة عام في 12 دفعة مضمونة. راه ما كايناش في العالم كامل تجري وتحط 3 المليون وتبدا تاخذ 8500 درهم كل شهر لمدة عام، راه والله ما كاينه. السيد اللي كان حالم بالربح السريع صيفط ليهم هذاك المبلغ، ولكن القصة ما وقفتش هنا. كيف قال لينا الضحية أول دفعة وصلت ليه بعد 45 يوم. كيفاش؟ النصاب بغى يكسب الثقة ديالو، عطاه دفعة أولى وحيدة باش يسكتو ويخليه يقول هذا الرجل صادق ومزيان، ولكن باش يعاود يرسل ليه فلوس كبيرة وكثيرة جدا، يعني يدخل على ذوك الباقات الكبيرة. وهنا الفخ يتسد على الضحية. دازت الأيام ثم الأيام والسيد بدا كيشك. الدفعات الموالية ما بقاوش كيبانوا في الحساب البنك، والنصاب ولا كيبان في واحد المجموعة من القصص ديال الناس اللي كيهضروا عليه وحتى في التعليقات حذاري ثم حذاري، هذا راه نصاب ونصب علينا. ومره كيخرج شي دبان او دبانه الكترونيه، الله يا ودي هاد السيد راه راجل معقول، راجلي خدام معاه وما عندناش مشكل نهائيا، راه كنتخلصوا. وهادو كلهم داخلين معاه في العصابه وكيتخلصوا. مره ملي حصل والناس ولاو كيزيروه تيقولوا ليه فين فلوسنا، فين الشهريه اللي وعدتينا بها. كل مره ولا كيخرج وكيعطيهم شي مبرر كاذب وتافه باش يبقى مكالميهم ومرقدهم. مره يقول لهم ماتت لي عمي، مره يقول لهم ماتت جده، مره كيعتذر الناس ويقول لهم اختي توفات، وكل مره كيجيب شي عذر جديد. الضحيه بحال بزاف ديال الناس بقى كيتعرض للتماطل للتجرجير، كيتسنى ولكن والو. قال لينا بلي النصاب كيدير حتى شي تحويلات ماليه مزيفه او مزوره، التوصيل كيزور باش يبين لك بانه صيفط لك الفلوس، ولكن ملي كتقلب في الكونت ما كتلقى والو. الصدمه الكبيره هي ان العصابه داخله فيها حتى مراته ونسيبه وبنتهم اللي شاده مهمه استقبال الضحايا. يعني كاين تنظيم متكامل باش يستغلوا الناس ابشع استغلال. واللي كيضر في القلب والخاطر اكثر هو انهم مازال طالقين السلوكيه على عباد الله في فيديوهات على تيك توك يوتيوب فيسبوك وكيضحكوا على ضحايا جداد. واحد النهار شي واحد من الضحايا تلاقى بالنصاب في شي سوبر مارشي، المواجهه كانت ناريه جدا. تصور غتلاقى بواحد دايلك رزقك ومخبي، ولكن ملي دخل الامن جا شدوا مراته وباه، لان حتى هما كانوا مطلوبين العداله وكانت عندهم شكايات. ولكن النصاب اللي هو راس الحربه والهرم في هذه العصابه كلها مازال هربان وكيستمتع بفلوس الناس وكيدير فيديوهات وكيستفز بها الضحايا. انا علاش راكب ها شحال عندي د الفلوس وانتم سيروا تشكيو على الشيخ اليابوري. الضحايا كيتجمعوا الان في مجموعات كيحاولوا يديروا شكايات جماعيه، ولكن القضيه كتعاني من بعض البطء وحتى عدم ضم الملفات. الضحيه اللي تكلم معنا قال بالحرف النصاب المجرم باقي كيستدرج الضحايا اللي ما عارفينش القصه الحقيقيه ديالو. وخاصنا نوصلوا هذا الكلام للراي العام، بغينا كلشي يعرف هذه العصابه وبغينا الحق يرجع للضحايا. الناس اللي طاحت في هذا الفخ خاصها تتحرك قانونيا، وخاص الراي العام يبقى واعي باش حتى واحد ما يزيد يطيح في هذه الشبكه. وانا كنقول للمواطنين اللي كيصدقوا هاد التفاهات، الفلوس راها كتجي بالتعب بالكد بتماره، ماشي بالنصب والاحلام الواهيه اللي كيبيعوها لكم هاد النصابين. الا شي واحد كيقول لك اجي نعطيك الثروه بدون تعب بدون مجهود، عرفوا نصاب
وعرف بانه باغي يسرق منك ثروه عمرك. هذا الشيء كيتعلق بجرائم النصب باسم التداول المالي، ولكن كاينه طريقه اخرى حتى هي مشهوره ديال النصب باسم التسويق الهرمي، او كيف كيسميه بعض الناس الطريق السريع نحو الربح والغنى، واللي تحول في المغرب الى فخ كيطيحوا فيه الاف الضحايا كل عام. هذا النموذج ديال النصب ولا منتشر بزاف في الاوساط الاجتماعيه بمظهر براق، كيخلي الضحيه يحلم ويتخيل ارباح خياليه مقابل استثمار بسيط، ولكن في الحقيقه راه فقط غير وهم من الاوهام المدروسه وكذبه كبيره. شنو هو التسويق الهرمي؟ في البدايه كيجي عندك واحد النصاب او نصابه اللي مسمي راسو رجل اعمال او سيده اعمال او مستثمر او مستثمره، وكيحاول يقنعك باش تدخل معاهم في واحد المشروع كيبان معقول في البدايه. كيقول لك مثلا هذه فرصه ذهبيه، خاصك غير تستثمر معنا واحد المبلغ وغادي تربح الاضعاف المضاعفه ديال فلوسك في شهرين او ثلاثه او حتى شهر. ولكن السر الخطير كيبان من بعد، الربح ديالك ما كيجيش من بيع منتجات حقيقيه، وانما من استقطاب ناس اخرين كيدخلوا معكم في الشبكه. بمعنى اخر ان الضحيه الاول كيتحول الى صياد كيجر معاه ضحايا جداد، وهكذا دواليك. هادشي غير باش يرجع فلوسه. المآسي ديال هذا النوع من الاحتيال اكثر من داكشي اللي يقدر يتصوره العقل. بزاف ديال الضحايا كيبيعوا الاملاك ديالهم، سيارات، اراضي، باش يوفروا راس المال المطلوب. ناس كيتسلفوا مبالغ خياليه من العائله او الاصدقاء، وملي كيكتشفوا الحقيقه كيلقاو الفلوس ضاعت وحياتهم تخربات. كاينه امثله كثيره على هذا النوع ديال النصب في المغرب. اللي كيعرف شي حاجه يحطها لي هنا في ركن التعليقات، يقول لي يعاود لي على قصه مع هاد الناس. مثلا بحال واحد الشركه وهميه اللي كانت كتروج منتجات صحيه وهميه واستغلات احلام الشباب في الغنى والثراء السريع باش تجمع منهم ملايين الدراهم قبل ما يهرب المؤسس ديال الشركه الوهميه خارج البلاد، ويخلي الضحايا كيتقاتلوا مع الكريديات اللي خلاها واحله في عناقهم. هذا ربما هذاك المسمى بدر ان لم تخني الذاكره. القصه كتزاد مأساويه ملي كتلقى عائلات كامله طاحت في هذا الفخ. في واحد القضيه اللي تفجرت مؤخرا في واحد المدينه مغربيه، عائله باكملها استثمرت فلوس صحيحه في شبكه تسويق هرمي بدعوى انهم غادي يضاعفوا راس المال ديالهم 5 مرات في 3 شهور، والنتيجه الشركه الوهميه نصبت عليهم واختفت الاموال، والاب ولا مهدد بالسجن حيت خدا قرض كبير باش يستثمر، والام كتبيع الحوايج ديال الدار باش توفر لقمه العيش ليها ولوليداتها. اما الابناء ففقدوا الامل في الحياه وفي الاحلام اللي كانوا باغيين يحققوها، وكاين اللي واعل في الشيكات وكاين اللي تشد كاع ويدوز الحبس. الاخطر من هذا الشيء كله هو كيفاش التسويق الهرمي كيهدم الثقه بين الناس. بزاف ديال الضحايا كيتحولوا الى نصابين بزز منهم وكيوليو هما يجيبوا ضحايا جداد باش يرجعوا على الاقل شي جزء بسيط من فلوسهم. هذا السلوك كيخلق دائره مفرغه غير متناهيه ديال النصب والاحتيال اللي ما كتسالاش، وكيخلي العلاقات الاجتماعيه بين الناس تنهار حيت كيوصل الامر لاقرب الاصدقاء وحتى الافراد العائله. القانون المغربي راه بدا كيتحرك في هذا المجال، ولكن مازال كاين بزاف ديال الثغرات. كاينه شركات كيستغلوا التكنولوجيات الحديثه باش يبدلوا الاسماء ويغيروا العناوين ديالهم، وكاين افراد كيستغلوا جهل الاخرين بالقانون باش يبقاو خدامين بدون حسيب اوراقي. ولكن واش تطبيق القانون بوحدو غادي يكفينا مع هاد المجرمين؟ انا كنقول لا، راه خاص حتى التوعيه تكون على اعلى مستوى. خاص الناس يعرفوا بان الربح السريع غالبا ما كيكون فخ، وان الاستثمار الامن كيتطلب دراسه عميقه، تفكير دقيق وحذر كبير. ما نساوش بان الاعلام، الصحافه، راه عندها دور كبير في تسليط الضوء على هذه الظاهره. وهادشي علاش كاينه حلقه اليوم كيفاش مازال كاينين الناس كيبقاو مشبعين وعود وهميه وكيطيحوا في بحال هذا الفخاخ. الجواب بسيط: الجهل، الطمع، وقله الوعي. خاصنا نحاربوا هذا الثلاثي بجميع الطرق الممكنه، لان النتائج اللي كنشوفوها كل نهار في محاكم البلاد كافيه باش تفيق اي عقل غافل. التداول المالي والتسويق الهرمي راه مشكل حقيقي وماشي غير في المغرب فقط، ولكن الخطير هو ان بلادنا ولات ارض خصبه لهذا النوع ديال الاحتيال.
خاص المجتمع المغربي كامل يتحرك، القوانين تكون صارمة، الإعلام يوعي الناس والمدارس والجامعات والجمعيات تعلم الشباب والشياب كيفاش يحميو نفوسهم من هذا النصب الجديد. أما الضحايا فخاصهم يكونوا شجعان ويخرجوا يحكيو على قصصهم باش يفيقوا الآخرين من الغفلة. البلاد ما خصهاش المزيد من الجرائم، خاصها الوعي والتربية على الأمانة والثقة. هذا النوع ديال النصب إخواني أخواتي اللي وقع لضحايا النصاب الإلكتروني راه ماشي حالة معزولة، راه المغرب في السنة الأخيرة شاف بزاف ديال القضايا اللي كتدور على نفس السيناريو ولكن بأشكال مختلفة، آخرها قضية عصابة أو الخير أو شي حاجة من هذا القبيل واللي فرقوا عليهم حوالي أو أكثر من 70 سنة. المتهمة الرئيسية غير البارح أول البارح خدات 5 سنين ديال الحبس. مثلا نقدروا نرجعوا لقضية النصاب الدولي اللي كان كيوهم الناس بالاستثمار في العملات الرقمية وجمع منهم الملايين ديال الدراهم قبل ما يختفي في رمشة عين وبطريقة غامضة. هذا السيد كان كيعرض على الناس أرباح خيالية في زمن قياسي كيطمعهم، واللي وقع هو أنه علق بالفلوس هرب بها وخلى المئات من العائلات كيبكيو في حظهم العاطر. زيد عليها قضية النصابة، شي نصابة كانت في مدينة مراكش حتى هي كانت كتبيع حكايات وهمية على استثمارات في السياحة والرياضة وغرقات بزاف ديال رجال الأعمال والمهنيين في الديون بعد ما خدعتهم بوثائق مزورة واتفاقيات غير حقيقية. هاد القضايا كلها وقضايا أخرى ما هضرناش عليها راكم عارفينها، كنتمنى لكم تشاركوها معايا هنا في ركن التعليقات. عندها قاسم مشترك واحد وهو الطمع ديال السريع والتأثير النفسي القوي اللي كيمارسوه هاد المجرمين وكيخلي الضحية يدخل في دوامة غير مسبوقة وما كيبقى يشوف لا أدلة ولا منطق. حتى المنصات الرقمية بحال تيك توك فيسبوك ولاو واحد الوسيلة ديال الاحتيال، حيت كاين الناس كيديروا الإعلانات بطرق احترافية وكيستدرجوا الضحايا ديالهم سواء بفيديوهات ديال الرفاهية أو السيارات الفارهة أو بشيكات كيبان أنها موثوقة وكيستعملوا حتى أسماء ديال شخصيات معروفة باش يكسبوا المصداقية. والنتيجة دائما مأساوية، الناس كيتنصب عليهم في مبالغ بالملايين، كيولي الضحية متهم في العيون ديال عائلته وصحابه اللي ما كيتفاهموش علاش وكيفاش خسر كل هاد الأموال بهذيك الطريقة. الحاجة اللي كتخلينا كاملين نتسائلوا فين كاين الخلل؟ واش المشكل في القوانين اللي خاصها تكون أكثر صرامة ولا في ضعف التوعية؟ وشكون اللي خاص يتحمل المسؤولية باش هاد الحيل الإجرامية ما تبقاش تكرر في بلادنا؟ المغرب بدون أدنى شك والسلطات المغربية خاصة تزيد تقوم بجهد كبير في محاربة هذه الظاهرة لا من حيث التشريع ولا من ناحية أخرى، لأن كرامة المواطن وفلوسه ما خصهمش يبقاو لعبة في الدين عصابات النصب والاحتيال. تحياتي العطيرة لكم جميعا إخواني أخواتي، وما تنسوش اللايك والبارطاج والتعليق، واللي عارف شي حكاية أو قصة من هذا القبيل يخبرنا بها هنا في ركن التعليقات. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى موضوع اخر او قضيه اخرى باذن المولى عز وجل. قضية جديدة مع محمد البودالي على قناة كلاش تي في.